السلام عليكم. ازيكم يا معلمين؟ النهارده جيت بحكي لكم عن جريمه سرقه يا جدعان، بس مش سرقه عاديه كده في الارض، لا، سرقه حصلت في الجو في طياره. ايه اللي حصل يا حبيب قلب المعلم؟ سنه 1971 كان في طياره في امريكا طالعه من ولايه اريغور رايحه لولايه واشنطن. المهم ايه، الطياره طلعت يا جدعان والناس قاعدين مبسوطين بقى، كانوا طالعين رحله، كان عيد الشكر نفس اليوم ده. المهم ايه، والدنيا تمام لحد ما الواحد من الركاب ادى المضيفه ايه، ورقه. فالمضيفه ما شغلهاش يا جدعان، قالت واحد من اللي بيعاكسوا بيكتب ارقام فرمت الورقه. المهم الراجل شافها فقال لها تقرا الورقه عشان خاطر هو معاه قنبله. فالمضيفه خافت ففتحت الورقه، فعلا لقيته كاتب ان هو معاه قنبله في الشنطه. وعاوز ايه بقى يا حبيب قلب المعلم؟ عاوز 200 الف دولار واربع مظلات، ولما ينزلوا حد يفول لهم الطياره. والله زي ما بقول لك يا حبيب قلب المعلم. المهم برضه المضيفه قالت ايه، اتاكد بنفسي، فقعدت جنب منه ايه عشان تشوف القنبله، وفعلا الراجل فتح لها الشنطه فشافت القنبله. فجرت على طول على الطياره عشان تقول له. الطيار اول ما سمع منها راح مبلغ ايه المطار تحت ان في واحد معاه ايه قنبله، وطلباته ايه ال 200 الف دولار والمظلات. فالمطار راح مبلغ الحكومه وبدأوا يحضروا له الفيديو. المهم ايه، بس الفيديو كانت اتاخر شويه يا جدعان، فالطياره عشان خاطر الركاب ما تقلقش راح عامل ايه، قال لهم كده ايه ان يعني اتاخر شويه على اللف في الجو عشان في مشكله في المطار تحت. بس قعد يلف يا جدعان بتاع 3 ساعات، يعني الرحله كانت طالعه الساعه 3 الا 10، وصل المطار الساعه 6 الا تلت. المهم اول ما وصل المطار راح الراجل منزل الشبابيك بتاعه الطياره عشان ايه لو في قناصه يا جدعان محدش يقتله، وهو الواد كانت دماغه شغاله. بس بقى يا جدعان ايه، راحت الحكومه مسلمه الفلوس وفولت له الطياره هي وايه وادته المظلات. الواد اول ما اخد حاجته كلها راح منزل كل اللي في الطياره ايه الاربعه، المضيفه والطيار ومساعد الطيار والمهندس بتاع الطياره. والله ما زي ما بقول لك حبيب قلب المعلم. المهم ايه بقى، فقال للطيار احنا عاوزين نروح المكسيك. بس الطيار قال له ايه البنزين ده مش هيكفينا لحد المكسيك، فاحنا ايه هنقف في ولايه نيفادا كده ايه نكمل تفويله. هو والله لازم بقول لك قال له هنفول تاني في نيفادا. فالراجل قال له ايه مفيش مشكله، قال له بس ايه عاوزك وانت طاير ما تطيرش ايه بمستوى عالي، عاوزك تطير مستوى قريب من الارض وما يكونش ايه بسرعه عاليه. هو لازم بقول لك كان بيتشرط على الطيار. المهم ايه اتفق معاه وايه والطيار متحرك. المهم ايه الطيار فضل ماشي كده لحد ما قبل ما يوصل لايه مطار نيفادا، لقى الباب بيتفتح. والله زي ما بقول لك هتقول لي عرف منين يا جدعان، بقول لك ده طياره مش مشروع جي ام، اكيد عرف من الشاشه، الطياره بتبان كل حاجه عند الطيار. بس قال لك ايه لما نوصل المطار احنا خلاص داخلين عليه نبقى نشوف ايه اللي حصل. فعلا اول ما نزلوا المطار يا جدعان بيبصوا في الطياره ولا مروش الراجل. والله زي ما بقول لك الراجل كان نط ساعتها ايه وهم طايرين. بس الغريبه بقى يا جدعان ان كان في 4 طيارات ماشيين ايه ورا الطياره دي، مفيش ولا واحده شافته، بسبب ان الدنيا اكيد كانت ضلمه برضو والجو كان شتاء. بس الحكومه ساعتها بقى كانت ايه عاوزه تجيبه باي طريقه، والله زي ما بقول. فبصت في قائمه الركاب عشان تعرف هو مين، بس الواد طلع كان ذكي وكاتب ايه اسمه غلط، كان كاتب نفسه دان كوبر، او زي ما هو معروف يا جدعان والناس كلها عارفاه دي بي كوبر. والله زي ما بقول. المهم الحكومه برضو ايه ما حلتش وفضلت تدور عليها يا جدعان 45 سنه. والله زي ما بقول لك ما كانت حاسه ان هي متعلم عليها بقى يا جدعان فعاوزه تجيبه. الواد ما كانش معروف عنه اي حاجه. لحد ما جت 2016 قالت ايه احنا مش هنكمل تدوير في القضيه. والله زي ما بقول لك قالت في قضيه تانية اهم. بس اكيد يا جدعان دول يعني صرفوا اكتر من 200 الف دولار، بقول لك 45 سنه بيدوروا عليه. والله زي ما بقول لك. بس يا حبيب قلب المعلم.